السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، يقول أحد الإخوة الكرام: ما حكم المصافحة بعد التسليم من الصلاة؟ كل شخص يصافح الشخص الذي بجانبه. نقول بالله التوفيق، هذه ما كانت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي المداومة عليها، أن تداوم عليها. أما إذا أنت سلمت ورأيت صاحبك ما رأيته منذ فترة، أردت أن تسلم عليه بعد السلام، لا مشكلة في ذلك. أو أردت أن تتودد وتتقرب وتتعرف على الشخص الذي بجوارك، لا بأس في ذلك. أما نأخذها عادة دائما، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، يقول له ذلك، تقبل الله. وهذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم، ورد الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم نتبعه، غير ذلك لا ندخله كي لا ندخل في المهالك ولا يسخط علينا المالك، أي مالك الملك سبحانه وتعالى، لأن البدعة تتكرر، هذه لا بأس وهذه لا بأس. أصبح كثير من البدع دخل على الإسلام بالتساهل، لا، ولا نغلظ على أحد ولا نشدد عليه. إذا شخص أتى يسلم علي أقول له هذه بدعة، لا. ممكن بعد فترة إذا تقربت منه وعرفني وعرفته نتكلم بالسنة ونقول له: حبيبي الغالي، بارك الله فيك، ما شاء الله على حرصك على دائما تصافح إخوانك وكذا. ولكن المسألة هذه أن المداومة عليها ما وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. أما يريد أن يصافحك يمد يده تقول لا هذه بدعة، لا تخجله، لأنه قد لا يعرف هذا الحكم أساسا. نعم، فإذا وبعدها ممكن بنيته كما قلت يريد أن يسلم عليك، يريد أن يتعرف عليك، يريد أن يسألك سؤال،